اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نجهز فطار 21 رمضان. بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات، بس كان غصب عني، ما كنتش موجودة في البيت، كنت عند أهلي. بس بجد وحشتوني. خلاص بقيت اما بنزلش فيديوهات بقالي كام يوم، بقيت بحس ان انا بقالي شهر وشهرين ما بنزلش فيديوهات. اتعودت بقى ان انا انزل لكم فيديوهات كل يوم، بس صراحة بجد كان غصب عني، زي ما قلت لكم ما كنتش موجودة في البيت. يلا بقى نرجع زي الاول وننزل فيديوهات تاني. هنعمل بقى فريك ستريبس، وهعمل رز بسمتي، وهعمل كول سلو وبطاطس وكاتشب. يعني هنعمل اكل زي بتاع بره بالظبط. مش هتشتروا الاكل ده من بره تاني ابدا لو جربتوه بالطريقة دي. خلاص. جبت بقى فراخ، بجيب صدور فراخ وبقطعها انا في البيت ستريبس، او انتوا ممكن تروحوا لبتاع الفراخ وتقولوا له عايزين ستريبس، بتتباع برضو بيتهيألي دلوقتي جاهزة. بس انا بجيبها وبقطعها بالسمك اللي انا عايزاه. خلاص. التتبيله بقى بتاعتنا ايه؟ ميه بصل وملح فلفل اسود بابريكا كزبره ناشفه وكمان مكعب مرقه. بس كده خلاص. طبعا بنحضر الفراخ بتاعتنا من قبليها بليله او من الصبح بدري. انا طبعا تبلتها من الصبح بدري. وكمان الكول سلو عملتها من بدري خالص، لان طبعا ما ينفعش ان احنا نعملها وناكلها على طول. لا، لازم نسيبها في التتبيله اللي فيها شويه والصوص عشان يبقى طعمها حلو قوي. خلاص. بعد كده بقى ببدأ ان انا احضر للطبقة بتاعة الكفر الخارجي اللي عندنا بتاع الفراخ. بنجيب بقى دقيق ومعلقتين نشا. نشا بيديها قرمشة. وكمان بقى بحط ملح وبابريكا. لازم برضو نتبل الدقيق اللي عندنا. خلاص. بعد بقى ما الفراخ كده شربت التتبيلة شوية وسبتها براحتها في التلاجة، جيت بقى قبل الفطار وقلت بقى ايه، خلاص لازم ان انا اطلع بقى واحضر فطار. خلاص. بقرب بقى الحاجة مني وبجيب بولة بحط فيها مية من الحنفية. لو احنا في الصيف بنحط تلج، او مية ساقعة من التلاجة. لكن احنا في الشتاء عادي بنحط مية من الحنفية عادي. خلاص. ببدأ بقى ان انا ايه كده، ايه لبست جوانتي طبعا. وببدأ ان انا اقلب بقى الفراخ كده في الدقيق، وبعد كده بحطها في المية وبرجع احطها في الدقيق وبديها تقليبة. لو انتوا عايزين الكفر ده آه يعني كذا مرة، يعني الكفر كده مقرمش قوي من بره خالص، بيتكرروا العملية اللي انا عملتها دي كذا مرة. بس انا استكفيت بمرة واحدة بس. مش عايزين برضو الفراخ تبقى ناشفة قوي، احنا عايزينها تبقى مقرمشة وطرية من جوه. خلاص. برضو بقى بكمل كده الطريقة اللي عندي برضو كلها، كمية الفراخ اللي عندي بخلصها. وخلاص بقى كنت عملت كمية الفراخ كلها. بصوا بقى الكفر عامل ازاي، زي بتاع بره بالظبط. خلاص بقى ركنتها كده على جنب، وهنبدأ بقى نجهز الكول سلو بتاعتنا. خلاص. زي ما قلت لكم لازم تعملوها من بدري او من قبليها بيوم. بجيب بقى البولة بتاعتنا كده، طبعا فضيت الدقيق وغسلتها كويس جدا. وبعد كده بقى بنزل عندي بزبادي، كوباية زبادي كبيرة، مش كوباية اللي هي الصغيرة اللي بشتريها، لا كوباية كبيرة من اللي عندنا في البيت. خلاص. بنزل بمعلقة بصل واحدة، مش بنكتر البصل خالص، مش بصلاية حتى صغيرة، لا معلقة واحدة بس. وبعد كده بنزل بمعلقتين مايونيز. وكمان عندي جزراية صغيرة مبشورة. وبعد كده بقى بنزل بمعلقتين سكر. وببدأ بقى ان انا اقلب المكونات اللي عندي كلها مع بعض. لو عملتوا كل اسلوب بالطريقه دي، الكل اسلوب بتاعتكم هتبقى طعمها حلو قوي وفيها سنه قرمشه كده لغايه اما تخلصوا السلطه اللي عندكم. مش هتضرب معاكم خالص، تبقى حلوه معاكم كانكم لسه عاملينها، مش عاملينها بقالكم كام يوم. احتفظ بيها طبعا في التلاجة. عذرا. خلاص. عندي بقى كرومب بتاع السلطة مقطعاه كويس جدا، ممكن تفرموه في الكبة، بس انا قطعته كده بالسكينة على ايدي. بجيب بقى بولة واسعة عشان اعرف اقلب كل حاجة مع بعض. خلاص.
ببدأ بقى انزل بالصوص اللي عملناه مع بعض على الكرنب بتاعنا، وببدأ بقى ان انا اديها تقليبة، وبغلفها برضو بستريتش رول، وبسيبها بقى في التلاجة براحتهم. بديها تقليبة كويس كده. خلاص بقى قلبتها كده مع بعض. ببدأ برضو اغلفها كده بستريتش رول. هبدأ بقى ان انا اجهز الرز البسمتي اللي عندي. جبت حلة وهنزل بيها بحتة زبدة، واسيب بقى الزبدة عندي تسيح براحتها. لما بتبدأ طبعا تسيح بقى كده، هنزل عليها ببصلاية مقطعاها مكعبات، وبعد كده بقى هديها تقليبة، واسيب البصلاية عندنا تتبل وتاخد لون ذهبي كده حلو. خلاص بقى البصلة هنا عندي بدأت ان هي آم، لونها يبقى ذهبي كده فاتح، والبصلة تتبل عندنا. بنزل بقى عليها بمكعب مرقة، بديها بس تقليبة كده عشان البصلة عندنا ما تتحرقش. وبعد كده بقى هنزل برشة فلفل اسود، وهنزل كمان بمعلقة كركم صغيرة، مش بنكتر كركم خالص، لا معلقة صغيرة خالص كده زي ما انتوا شايفين. وبنديها تقليبة بقى، وبعد كده بننزل بالمية عندنا. نزلت كده بكمية المية اللي عندي، ومش هننسى نملح طبعا المية بتاعتنا. نحط بقى كده الملح بتاعنا، معلقة ملح صغيرة. وببدأ بقى ان انا اغطي عليها واسيبها تغلي. اول بقى ما المية غليت عندنا، اديتها تقليبة كده بس عشان لو مثلا الملح ما دبش او حاجة يدوب. خلاص بقى كده هبدأ انزل بالرز اللي عندي، رز بسمتي غسلاه ومصفياه كويس جدا. انا ما بنقعش الرز البسمتي خالص يا جماعة، لا، انا بغسله قبل ما بنزله في المية اللي عندي. بغسله كويس جدا وبصفيه، وبعد كده بنزل عندي عليه في المية، يعني بنزل بالرز البسمتي على المية اللي عندي. وبعد كده بقى هغطي عليه واسيبه بقى يتشرب، ولما يتشرب هوطي عليه، وبعد كده بقى اسيبه يستوي براحته على نار هادية. خلاص. هنا بقى جبت طاسة حطيت فيها زيت، اهم حاجة الزيت يكون سخن كويس. وبننزل بقى بالفراخ بتاعتنا، ومش بننزل بالكمية كلها، لا بننزل واحدة واحدة كده. وكمان مش بنقرب جنب الفراخ خالص، بنقلبها لما بتاخد لون ذهبي بس، تبقى تستعد ان احنا نقلبها يعني. خلاص بصوا كده اللون ده خلاص كده، بنبدأ بقى ان احنا نقلبها، وبعد كده بنطلعها على شبكة. بصوا بقى لون الفراخ ذهبي وحلو ازاي، ومقرمشة من بره وطرية من جوه. وكمان جرفت الرز بتاعنا، وحمرت بطاطس، والكول سلو بتاعتنا، وصوص الكاتشب. وبس كده يكون الفطار بتاعنا كان جاهز. كان طعمه حلو قوي، والريحة كمان مش قادرة اقول لكم عامله ازاي. خلاص. لو وصلتوا بقى لحد هنا، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان يا ريت لو ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان يا ريت ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم ليا. وكمان ما تنسوش اللايك. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.